يقدم لكم برنامج يفتح يرزاق من طرف مؤسسة التوفيق للقروض الصغرى بشراكة مع سيلاتك. يفتح يا رزاق يا مسهل الأرزاق، افتح يا ربي على الشباب وحل عليهم جميع الأبواب بالرزق والبركة، دور النعورة والحركة، وكل واحد يأسس مقاولته ويدير العز لصنعته. إيوا يا ربي سهل على كل شاب وشابة مغربية يديروا مقاولتهم ويحققوا الاستقلالية المالية. وما تنساوش أي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. المقدمة راها سالات وحلقتنا ها هي بدات. اليوم غادي نتكلموا على طبيعة المقاولات بشقها الصناعي. الصنعة يا سيادي إلا ما غنات كتستر واقيلة كزيد في العمر. هذا كلام الناس القدام، الكلام اللي كيشجع ويعطي الامل باش يزيدنا للقدام. الصنعة مستمعين الكرام اشكال وانواع. كاين الصناعة التقليدية اللي اصولها اما تراثية او اجنبية بحال الخياطة وصناعة الجلود والنقش على القبص والعود. وكاين الصناعة العصرية اللي غالبا ما كتكون اما ميكانيكية او الكترونية. وكاين الصناعة الثقيلة اللي كتدخل في اطار المقاولات الكبرى بحال المشاريع اللي كتعرفها منطقة طنجة أو الدار البيضاء أو رزازات وغيرهم من المدن. علائيا الصنعة هي حرفة كتميز المقاول حسب الجودة والسمعة. في الحلقة الجاية غنتكلموا على طبيعة المقاولات ديال الخدمات ونشوفوا كيفاش نقدر نبيع الخدمة ديالي ونحسن فيها الجودة ديالي. إذن قبل ما نختموا ندوزوا للخلاصة. الصناعة هي خلق منتوج من مواد أولية عن طريق صانع، والصناعة إما تقليدية أو عصرية اللي هي الصناعات الخفيفة. وكاين الصناعات الثقيلة بحال صناعة الطائرات والسيارات والمشاريع ديال توليد الطاقة في ورزازات. وهاد المشاريع الحمد لله في بلادنا كثرات. وما تنساوش المسابقة باش تعرفوا على 5 الفائزين دروك. دخلوا دابا صفحتنا بالفيسبوك بلا ما تقلب ولا تدور، راه سميتها بودور. جاوبوا على سؤال الحلقة اليومية وغادي تربحوا 5 الجوائز هدية. وملي تجاوب في كومونتير غادي تحتاج دير جيم وبارطاج. ومن هنا الحلقة الجاية يا سادة الله يلاقينا في ساعة الخير مع شادة. وما تنساوش أي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. قدم لكم برنامج يفتح يرزاق من طرف مؤسسة التوفيق للقروض الصغرى بشراكة مع سيلاتك.